أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفتي في هذه الحلقة هي الباحثة الأسبانية أديبا روميريو، أستاذة التاريخ الأندلسي ورئيسة قسم البحث وعلم المخطوطات في كلية الدراسات الأندلسية بغرناطة، والعاملة في إدارة مشروع جمعية المكنز الإسلامي الخاص بالحفاظ على مخطوطات دار الكتب القومية المصرية. حياك الله أستاذة أديبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة أديبا، أنت تنتمين إلى يعني أسرة أسبانية لكنها تعرف بالموريسكيون. من هم الموريسكيون إذا تعرفينهم لنا باختصار لو سمحت؟ الموريسكيون هم المسلمون، أو التسمية التي أعطتها محاكم التفتيش والتي أعطت بعد ذلك في جميع كتب التاريخ التي كتبت بعد سقوط الأندلس سياسيا في 1492. فهؤلاء المسلمين الذين كانوا يعيشون في شبه الجزيرة الأندلسية والذين تنصروا بعدة قرارات صدرت عن الحكومات الإسبانية المتعددة. لم يكن خيارهم، يعني لم يكن خيارهم، أجبروا على التنصير. سميوا بالموريسكيين لأنهم أخفوا إسلامهم وأعلنوا دينهم المسيحي. لكن أصولهم تعود إلى أسبانيا أساسا، وليسوا من القبائل العربية اللي جاءت إلى أسبانيا وإلى الأندلس هم مع عبد الرحمن الداخل. يعني هم أندلسيين. يعني أولا أحب أن أوضح ما هو الأندلسي. الأندلسي هو المسلم أو النصراني أو اليهودي الذي ولد في شبه جزيرة إيبيريا في 800 سنة من الحكم الإسلامي السياسي الرسمي في شبه جزيرة إيبيريا. يعني كل من ينتمي إلى تلك الحضارة وانتمى إليها يسمى بالأندلسي. عادة طبعا كانوا مسلمين، لأنه يعني معظم هؤلاء المجتمع كان مكون من المسلمين، وقد يرجعون إلى انتماء عربي، لكن هذا يعني بقي في دمهم. قد يكون الموريسكي ممكن يكون أصوله عربية وممكن يكون أصوله أسبانية. طبعا نعم، لأن المجتمع الأندلسي نشأ على اندماج العرب والبربر مع سكان شبه جزيرة إيبيريا، ويعني جاء يعني. أنتم أساسا إلى أي أصول تعودون؟ نحن درسنا عائلتنا ونرجع إلى عائلة بني القاسم، كانوا من طائفة دانية، وتلك العائلة يعني ربما قد تأتي من الشام، يعني منطقة من الشام. أصولكم أيضا عربية لكنكم نعم. موجودين. طيب، أشرت قبل قليل إلى أن تسمية الموريسكيين هي التسمية التي منحت للمسلمين الذين أجبروا على ترك الإسلام والدخول في الديانة المسيحية في محاكم التفتيش. هل تعتبرون أن هذا الاسم هو يحمل يعني أي مثلا دلالة سلبية؟ طبعا، خاصة الآن. يعني كان يحمله في وقته، لأن المسلمين عندما يعني أجبروا على التنصير العديد منهم تنصر حتى يحافظ على حياته. عندكم مشكلة مع هذا الوصف أنتم؟ طبعا. ما تفضلي الوصف هذا كثيرا؟ لا، يعني ما عندي مشكلة الآن إذا أحد قال لنا موريسكيين، لأنه ليس لها أي علاقة الآن بالتاريخ. يعني تلك أصبحت تعملي معه كتوصيف أكاديمي يعني؟ نعم. يعني معظم السكان الأندلسيين الأسبانيين الآن، ممكن نقول 50% بلا مبالغة، أصلهم يرجع إلى أصل موريسكي. يعني معظم ألقاب العائلات الأسبانية الغير مسلمين أيضا في أسبانيا إذا يدرسون تاريخ أصولهم يعني أصلهم يرجعون إلى عائلات موريسكية، لأنني ضد الفكرة الموجودة في العالم كلها، ويسندني العديد من العلماء والباحثين والمؤرخين بأن المسلمين لم يطردوا من الأندلس، يعني فقد طرد جزء صغير يعني من المسلمين، بل تنصروا بالقوة. أنت تميلين إلى أنهم طردوا طردا المسلمين؟ نعم، هناك حصل طرد، ولكن حصل طرد لجزء صغير من المجتمع الإسلامي الذي كان موجود هناك. أما الباقي تأقلم وعلم الإسلام إلى أبنائهم بالسر، وهكذا لمدة أكثر من 200 سنة. وثم بعد قرار الطرد العام الذي كان أصدر يعني من قبل فيليب الثالث في 1609، بعد ذلك
يعني يراد أن يبقى في علم الجميع أن المسلمين قد طردوا من أندلسية يعني من الأندلس ومن إسبانيا، ولكن ذلك لم يكن هكذا. يعني طرد جزءا منهم، الباقيين يعني رضوا إلى الآن يعني نحن معظم سكان أندلسية تابعين لهؤلاء المسلمين الذين تنصروا. طيب، بعض الباحثين يرى مثل ما أشرت قبل قليل إلى أن تسمية الموريسكيين هي تسمية سلبية، وأنهم هم المسلمين المدجنين اللي طوعوا بعد سقوط غرناطة وأجبروا مثل ما تفضلتي أنت قبل قليل، رضوا أن يبقوا بين المسيحيين وانتقلوا إلى الديانة المسيحية. نعم. فهل تميلين أنت إلى نفس هذا الرأي أيضا؟ نعم، المدجنين يعني أود أن أشرح الفرق بين المدجن والموريسكي. المدجن هو الذي مثلا سقطت مدينة طليطلة وكان مسلما ولكن تحت حكم نصراني، كان يسمى بمدجن ولكن لم يجبر على التنصير. الموريسكي هو الذي أجبر على التنصير، والتاريخ تحدث عنه بطريقة سلبية حتى يشوه يعني صورته ولا يؤخذ بأنه كان شخصا ينتمي لأسبانيا. أنت الآن مسلمة، عائلتك أجبرت مثل ما عرفنا على الدخول في النصرانية أو المسيحية أثناء محاكم التفتيش، ثم عدتم إلى الإسلام في الثمانينات الميلادية. نعم. بعد أن ظهر في أسبانيا قانون الحريات الدينية. نعم. حسب ما عرفت أنه أنت أحد جداتك كانت جدة مسلمة. نعم. لكن والدك دخل إلى الإسلام بعد أن استمع إلى قراءة القرآن لدى أحد جيرانه. نعم. ألم يكن هناك أي يعني معرفة لديكم بصلتكم بالإسلام، أم أنكم تعرفون أنكم مسلمين؟ أنا أقصد أنه تأخر دخولكم نعم. في الإسلام. كمعظم سكان أسبانيا خاصة في جزء أندلسية يعني في الجنوب، نحن نعمل يعني لدينا إسلام تراثي. نحن عندنا طبائع، إذا أحد سافر إلى أسبانيا يجد نفسه في وسط مناخ إسلامي بلا إسلام، يعني إنه الناس ما تعرف أنه هكذا المسلم، يعني هكذا طبائع المسلم. شو يعني مثلا يعني مثلا الكرم في البيوت. الكرم هي جزء من العادات الاجتماعية، ليس مرتبط فقط بالدين. نعم، لكن في الأندلسية تجد هذا الكرم العربي أو الخاص بالإسلام. عندما مثلا يأتي أحد أجنبي لأحد يعرفه يفتح له الأبواب، يعمل له الأكل. مثلا يوجد لدينا الكثير من الطبائع الدينية. الصوم لدينا في يعني المسيحيين الأسبانيين يصومون أكثر من أي مسيحيين في العالم. أخذ المواليد أو السانتوس، لدينا الكثير من القداسيات الموجودة في أسبانيا وليست موجودة في بلدان لاتينية أو نصرانية أخرى. ترجع إلى يعني حتى لدينا سانتا فاطمة، يعني قسيسة باسم فاطمة. يعني دخل الإسلام حتى في التراث. نعم. وبهذا يعني الشعب الأسباني لا يعرف يعني أن له انتماء بهذه القوة إلى الدين الإسلامي، غير إذا ربما بحث عن ذلك. فهذا يعني ماذا حدث مع عائلتك تحديدا؟ أنا حسب ما عرفت أنه كل عائلتك دخلت الإسلام استثناء أحد أعمامك. نعم. فما الذي حدث؟ هل مثلا تعرفون أنكم من أصول مسلمة لكنكم لم تريدوا أن تجددوا هذا، لم تجدوا ضرورة؟ لا، الأمر كان لأنه في الثمانينات حصل في قرار حرية الأديان في أسبانيا، فالكثير من الأناس استطاعوا أن يختاروا، والكثير من المجتمع الإسلامي لم يكن مقتنع بسياسة الكنيسة. يعني مثلا الدين الشائع في اسبانيا هو النصراني، ولكن ليس الكثير من الاشخاص لا يحبون يعني كيف امور الكنيسة وهكذا. فعائلتي ممن عرف قليلا عن الاسلام. والدي اجر منزله لعائلة مسلمة اسبانية، وعندما رأوا معاملاتهم وطبايعهم عائلة مسلمة لم تخرج من الاسلام يعني؟ لا، اسلموا مثل اهلي ابي وامي قبلهم بكم سنة. وهو أيضا لأنه كان موسيقيا بدأ يدرس الموشحات وسمع عن الإسلام. وثم بعد ما أسلم كان يوم يعني يصلي، وجدتي استغربت وقالت له ماذا تفعل؟ وقال أنا أفعل لا تخافي، أنا أدعو إلى نفس الإله، يعني هو الله الواحد، ولكن أنا أقول له الله وأنت تقولين له ديوس، وأنا أدعو يعني أعبده بطريقة أخرى. فجدتي تعجبت وقالت له لا، أنا أتذكر يعني جدتي كانت تعمل هكذا في الصباح في الفجر، لكنها لم تتساءل لماذا.
يعني لأنه ربما قد وصل إلى هذه تلك الجدة، وصل لها الإسلام كتراث أو كشيء يجب أن تفعله عادات. حتى تحمي نفسها، ولكن لم توصله لحفيدتها. وأسلمت جدتك بعد ذلك؟ نعم نعم، بعدما رأت والدي ويعني الحمد لله الله هداها للإسلام. نعم. طيب أنت أستاذة أديبة روميريو، يعني أسبانية وعائلتك عائلة أسبانية، تتحدثين العربية بطلاقة. هل تتحدثين العربية بالنظر إلى أنك تخصصتي بالاهتمام بالمخطوطات والمخطوطات الأندلسية على وجه التحديد، ونظرا لاهتمامك بتاريخك وتاريخ أجدادك؟ أنا أخذت العربية من أفضل مكان في العالم، من مكة المكرمة. تعلمتها من الجذر، لأنه أهلي عندما والدي وأمي عندما أسلموا أعتقد أنه أكبر عمل في حياتهم كان الشجاعة التي أخذوها حتى يذهبوا في الثمانينات إلى مكة بعد إسلامهم مباشرة. نعم بسنة. لماذا ذهب ليعمل؟ لأنه والدي كان من ضيوف الملك فهد الله يرحمه، يعني في الأقليات الإسلامية في العالم، وطبعا في إسبانيا كانوا 20 مسلم في غرناطة فقط. ذهب إلى الحج ولا ذهب إلى الحج، وسأله عن إذا يريد شيء، وهو طلب أنه يريد أن يتعلم الإسلام من منبره يعني من مكة. فذهب يعني ودعونا وعشنا هناك لمدة 10 سنين. فتعلمنا هناك. أنا تعلمت اللغة العربية طبعا، ودرست في مدرسة ابتدائية حكومية في مكة. طيب أيضا من ضمن الأعمال التي تقومين بها أنت أستاذة زائرة لكلية الحكمة، تذهبين في الصيف وتلقي محاضرات في كلية الحكمة نعم بجدة. نعم. دار الحكمة هي دار كلية الحكمة. خاصة في جدة، وأنا أعتقد أنها من أفضل الكليات الموجودة الآن يعني في المنطقة. جميل. سؤالي أستاذة أديبة هو أنك يعني كيف تجدين الفارق بينك أنت كمسلمة وبين تلميذاتك أو زميلاتك مثلا في دار الحكمة في جدة؟ أنا تلميذاتي صراحة هم من تلميذات مثقفات جدا، يعني تلميذات الجامعة تعمل لهم بروجرامز كثيرة، يعني برامج حتى يسافرون إلى بلدان أوروبية يعني يفهمون التراث الأوروبي والحضارة الأوروبية، وحتى يكونون يعني طالبات للمستقبل، يعني جاهزات للعالم الحديث. ربما الفرق الذي أجده أنني أنا عندما رجعت إلى ككوني أوروبية وتراثي وأهلي وكلنا أوروبيين، ربما أفهم بعد أن ذهبت. أنا عشت في السعودية مدة طويلة، يعني تربيت. أنا بعض المرات لا أعرف إذا أنا سعودية أو أسبانية، ولكن عشت. درست في مدارس حكومية؟ نعم نعم. ولكن عندما رجعت إلى أسبانيا بدأت أفهم بس بين قوسين، كم كان عمرك عندما ذهبت إلى السعودية؟ 5 سنين. وعدت من السعودية وأنت 15 سنة. نعم. فترة التكوين يعني. نعم نعم. فكل الذي تعلمته في السعودية حللته بعد ذلك في أسبانيا. يعني بدأت أفهم العالم من الجهتين. بعدين كل دراساتي الجامعية يعني كانت في كليات الدراسات الإسلامية بغرناطة، فعرفت أن أفهم لماذا هذا الجزء من العالم يرى الجزء الآخر بهذه الطريقة، ولماذا الجزء الآخر يرى هذا العالم بهذه الطريقة، وما هي الأمور التي تسبب المشاكل الموجودة عندنا في المجتمعات، يعني خاصة في المجتمعات بين الشرق الأوسط وأوروبا. فربما هو هذا الفرق الذي أنا إن شاء الله أتمنى أن يصلوا إليه، يعني في هؤلاء الشابات، يعني في من تلميذاتي. معرفة كيف ينظر الغرب إلى الشرق والشرق إلى الغرب. نعم، معرفة المجتمعين وتحليلهم بالطريقة الإيجابية، أنهم لا نرى الأشياء التي تبعدنا بل نرى الأشياء التي تقاربنا. ترين أنه بعض تلميذاتك ممكن في السعودية ينظرون إلى بعض الأشياء الظواهر ويحللونها فيما يتعلق بعلاقتهم مع الغرب ويحللونها بشكل سلبي؟ طبعا في كل شيء، يعني المجتمع كبير جدا، ولكن يعني كما قلت في البداية يعني طالبات دار الحكمة بالنسبة لي يعني من أفضل يعني كنت محظوظة لأنهم طالبات مكونات يعني في مدارس ممتازة، والجامعة تقدم لهم بروجرام ممتاز، فهم متفتحات جدا ويعني متكونات في مجالات متعددة وكثيرة، يعني ليسوا مغلقات جميل.